السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اكيد اكيد مفيش احلى من الممبار لما يكون معمول بخلطة حلوة جدا مع كبدة بالردة. اكلة حلوة جدا تنفع على فكرة في كل الاوقات، تنفع في فطار رمضان وفي اي وقت وفي العزومات مع سلطة بابا غنوج. هنعمل النهاردة الاكل بطريقة روعة الروعة. طبعا الاكل شكله يفتح النفس، على بركة الله على طول. تعالوا نبدأ ونشوف عملنا ايه. اول حاجه خالص انا جبت الكبده. هبدا اول حاجه بالكبده عشان هتبلها شويه، ومتقطعه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده شرايح كده، وبصوا السمك بتاعها كده. ده حوالي كيلو كبده. طبعا هتحطوا المقدار اللي انتوا عايزينه، قصدي هتعملوا كميه الكبده اللي انتوا عايزينها. عليها معلقه هريسه فلفل احمر كبيره، ومعلقه توم، ومعلقه كزبره ناشفه، وشويه كمون، وشويه ملح صغيرين، او مش بنكتر الملح يا جماعه. وهنحط كمان خل. والكبدة من الحاجات اللي ما بتحتاجش تتبيل لوقت طويل، يعني لو نص ساعة كفاية جدا. بدأت أول حاجة رشيت الكزبرة الناشفة مع الكمون مع الملح، وبعدين هحط بعد كده هريسة الفلفل. حامي على بارد يعني، مش حامي بس، حطوا الاتنين أو حطوا اللي انتوا عايزينه، كتروا من الحامي براحتكم. وأحط حوالي يعني شوية خل كده، حوالي 4 معالق من الخل. خلاص كده الكبدة بتاعتي تعتبر خلاص اتبلت. هنقلبها بس كويس وبالراحة، ايدنا تبقى خفيفة كده على الكبدة، مجرد بس عايزاها تتغلف كده بالتتبيلة اللي احنا حطيناها. الكبدة ما بتتبلش يا جماعة غير كده، هي دي التتبيلة بتاعتها، مفيش فيها حاجة تانية. بفككها من بعضها عشان لو في حاجة يعني ما دخلتهاش التتبيلة، خلاص اتأكد ان التتبيلة وصلت لكل القطع. وبس كده هغطيها واحطها في التلاجة وهسيبها تتعمل اخر حاجة خالص في الاكل. يعني كل الحكاية هتقعد ساعة او ساعتين في التلاجة بالكتير. تعالوا بقى بعد كده ندخل على خلطة الممبار. مجهزة بصل كتير، طماطم كتير، هريسة فلفل، وفصين 2 توم مفرومين، وازازة الزيت بتاعتي. وفي حلة كبيرة كده على النار هحط شوية زيت محترمين. انا هعمل النهاردة كمية ممبار حلوة يا جماعة، هنعمل سيرفيس كبير كده على الفطار، والباقي هنشيله في الفريزر. طالما عملنا بقى ينفع معانا لأي وقت تاني، عزومة، ينفع معانا في فطار في يوم تاني. عموما حطيت الزيت والمسيخن، نزلت بكمية البصل، عليها شوية فلفل أسمر، وعليهم شوية بهارات. وهقلب. أنا مش عايزة البصل ده ياخد لون خالص ولا حتى يتشوح، مجرد بس عايزاه يدبل كده زي ما انتوا شفتوا. حطيت عليه قطعة زبدة كده هتديله يعني طعم. ونزلت بقى بفصين التوم مع هريسة الفلفل الأحمر. وهقلب. أنا عايزة أشم ريحة بقى الزبدة مع البصل والثوم والهريسة اللي احنا حطيناها. وبس كده وخلاص. بصوا ما تحمرش ولا اي حاجة. كمية الطماطم كانت معايا جاهزة، نزلت بقى بيها كلها اهي، عاملاها في الكبة بدون اضافة اي مية خالص. وعايزاهم بقى يتسبكوا على النار شوية، مش كتير يعني، هوريكم هوصلهم لغاية ايه. اهو زي ما انتوا شايفين كده وصلتهم لكده. بعد كده كنت غاسله الرز من بدري خالص، وبصوا الرز ناشف ازاي، انا مش عايزه الرز فيه ميه خالص. ومصفياه يعني كويس جدا، محطوط في المصفى بقاله ساعتين. ابدأي اغسلي الرز من البدايه خالص. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات زي ما انتم شايفين كده، وكمون. وهنحط طبعا اساسي اساسي بنحط ده الفلفل الاسمر. على خلطة محشي الممبار يا جماعة بنحط بابريكا، وبنحط شوية نعناع ناشف او اخضر، لو ما عندكوش اخضر هنحط ناشف زي ما انا حطيت كده. بنفركه كده وبنحطه، بينقل الممبار في حتة تانية خالص. وبنقلب بقى كده. على فكرة خلاص انا يعني هطفي النار، انا مجرد بس عايزة التوابل بتاعتي والملح يدوبوا. وخلاص شلت يعني الرز، والرز بيرد خالص زي ما انتوا شفتوا. كنت مجهزة بقى الخضرة بتاعتي اللي هي عبارة عن كزبرة خضراء مع شبت وبس كده. وقطعتهم زي ما انتوا شايفين قطع كده اهو، مش صغيرة قوي ولا حاجة. وهقلب بقى. الخضرة بتاعتي باينة في الرز يعني واضحة. خضرة الممبار يا جماعة لازم تبقى كتيرة كده. الممبار بتاعي بقى أهم حاجة مغسول كويس قوي ومتصفي وريحته حلوة جدا، ودي أهم خطوة لازم يعني تهتموا بيها جدا. وعشان نحشي الممبار بنجيب الممبراية كده اهو، وبنحط كده صباعنا فيهم كده اهو. طبعا في كذا طريقة لحشو الممبار، بالنسبة لي دي أسهل طريقة. وبفتح كده الممبراية وبحط بقى الرز كده بالشكل ده.
بنكتر الرز خالص. مجرد ما حطينا شويه رز بنفردهم في الممبرايه كلها، خلاص كده هم بعد كده احنا عارفين الرز حجمه بيتضاعف مرتين يعني. وبسرعه جدا هخلص لان الطريقه دي بتنجز معايا. كل حكايه حطيت شويه صغيرين في الاول وبعدين فردتهم، فخلاص كده هي اتحشت كويس. وهحشي المقدار بتاعي كله زي ما انتم شايفين اهو. ده على فكرة 1.5 كيلو من الممبار. مجهزة بقى معايا جزر وكرفس وفلفل اسمر ورق لورا وحبهان ومرقة. وبصوا هنحط الحاجات كلها في المية على النار، نفس الحلة اللي كان فيها. مهم قوي نهتم بالشوربة او المية اللي يعني هنسلق فيها الممبار، بنحط عليها كل الحاجات دي يا جماعة كأننا بنسلق لحمة، لان هي دي هتدي طعم طبعا للممبار. حطيت ملح على فكرة وفلفل اسمر وحبهان وورق لورا وكرفس وجزر، وما حطيتش بصل عشان انتوا عارفين البصل بيتهري بسرعه، فمش عايزاه يعني يبقى ظاهر كده في الشوربه. واول ما بتنزلي الممبار بتكون الميه بتغلي وبيقوم مقفول على طول كده. بنسيبه بقى لغايه ما يستوي. بنعرف انه استوى لما بناخد واحده كده ونشوفها، يعني نقطعها بسكينه ونلاقيها بتتقطع معانا بسهوله، وندوق كمان الرز كمان. هو بياخد على النار يعني من ساعه لربع ساعه. خلاص هطلعه، هو كده استوى. وتعالوا بقى نرجع للكبده. هنعمل النهارده كبده بالرده، بتليق جدا مع الممبار. بيبقى الاكل خلاص مش محتاج معاه حاجه غير سلطه بابا غنوج او سلطه خضراء، وبس كده عملنا الاكل. هعمل الكبده زي ما انتم شايفين كده كلها في الرده اهو. ممكن نحط على الرده شويه دقيق. الرده يا جماعه اللي مش عارفها هي النخاله بتاعه الدقيق، وبتتباع عند العطار يعني يعني موجوده في كل حته. هنا حطيت طاستين، طاسه هعمل فيها الكبده وطاسه هعمل فيها حمر فيها الممبار. وزي ما انتم شايفين كده حطيت الكبده في الاول، والطاسه التانية دي اول ما الزيت يسخن هنزل على طول بالممبار بتاعي كده. شايفين حجم الممبرايه اللي انا عاملاه؟ حجم مناسب جدا، لا صغير ولا كبير. وطبعا وهو سخن كده احلى حاجه لما يتحط وهو سخن والزيت سخن، بيتحمر بسرعه جدا، مش بيشرب زيت، بياخد لون جميل جدا. والكبده ما بتاخدش ثواني ونروح قلبينها على الناحيه التانية. انا عايزاها تاخد اللون الذهبي ده، لانها لما بتطلع لونها بيغمق زياده وهي مش يعني بتستوي بسرعه جدا. هطلع بقى كل الكبده والممبار كمان. ودلوقتي تعالوا نقدم طبق الكبده الجميل ده. بصوا هي غمقت شويه بعد ما طلعت، بس اللون بتاعها حلو جدا ومستويه وتحفه. طعمها وريحتها خطيره خطيره، تنفع اكله لوحدها لو عملنا معاها سلطات. على فكره تحفه، عايزه اوريها لكم من جوه. بصوا خطيره يا جماعه، تحفه بجد. وعلى ما رصيت الكبده كان خلاص الممبار بتاعي طلع. شايفين لونه الجميل ده يا جماعه اهو. هطلعه بقى كله كده اهو. طبعا بتحمري على قد الاكل اللي هيتاكل بس، لكن لو في فاض منك بتسيبيه في التلاجة وتحمريه ساعه الاستخدام على طول. ولو حابه تحطيه في الفريزر لايام يعني يقعد معاكي شهر وشهرين وثلاثه، بتحطيه مسلوق وتطلعيه يفك بس، وبعدين ترجعي تحمريه بيبقى كانه لسه معمول حالا. عايزه اقول لكم ريحه الممبار وطعمه خطيره جدا جدا. ودلوقتي هنرصه اهو زي ما انتم شايفين. وكده عملنا اكل النهارده. وكنت عملت سلطه بابا غنوج، بس هوريكم بس الممبرايه من جوه. شكل الرز لونه مفلفل قد ايه وخطير بجد. اعملوا الاكله دي زي ما هي كده بجد، محتاجينها نعملها يوم في رمضان. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافاده، يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا لكم.